أنا عارفة إن نسبة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا عايشين زعلانين وحزناء بسبب مش غلاء الأسعار فقط، لأنها سبب من الأسباب، ولكن من معاملة الأولاد لأهاليهم. لإن كان زمان الأولاد ما بيطلبوش طلبات أكتر من دخل الأسرة. دلوقتي الأولاد ليهم متطلبات كتير، ليهم تطلعات كتير. آمم، ما تقدرش تقول للولد أنا مش قادر، يعني أنا مش قادر، أنا استكفيت، اصبر عليَّ لمّا ييجيني فلوس، أو اصبر عليَّ لمّا أشوف حل. يقول لك لمّا أنت مش قادر على طلباتي، أو مش قادر تلبي لي طلباتي، أنتم بتخلفونا ليه؟ المقولة دي أنا متأكدة إن في بيوت ناس كتيرة جدًا بتتقال. وده راجع إن زمان كان المجتمع، وكان ال الأهل بيربوا سوا. دلوقتي المجتمع في وادي والأهل في وادي، فلا يمكن نجاح الأولاد في التربية، لا يمكن. عشان نربي تربية صح لازم المجتمع والأهل يكونوا يد واحدة. زمان كان المجتمع بيساند الأهل، والأهل بيساندوا المجتمع، فكنا تربية صالحة. إحنا جيل الشبشب، إحنا الجيل بتاع الشبشب اللي كان المجتمع بيأيد الشبشب. من يوم ما قالوا الشبشب ممنوع للأولاد، وطلعوا أفكار جديدة في المجتمع، وطلعوا انفتاحية جديدة لا تمت للدين الإسلامي بصلة، لأن الأم والأب هم القياديين، هم اللي ليهم رأي، هم اللي يمشوا كلامهم مع التخين من الأولاد. دلوقتي دخلوا الأولاد يبقى ليهم رأي وليهم كلمة وليهم حقوق، حقوق الطفل، حقوق الشاب، حقوق الشابة. فأصبح لما تقول لأ، ممكن الشاب والشابة يتطاولوا على الأهل، يا إما باللفظ يا إما بالفعل. وأصبح البيوت المصرية مهزوزة بسبب غلاء المعيشة وعدم استحمال الأولاد، وأصبح الجلطات زادت والقلب زاد والسرطانات زادت. لعلمكم مرض السرطان بيجي مش من الأكل ولا الكلام اللي برضو السوشيال بتقوله. مرض اللهم احفظكم جميعا واشفي كل مبتلي بيجي من التوتر والقلق والخوف. اللي عايش في التلاتة دول يعرف انه مع القريب بعد الشر ربنا يكذب ظني هيصاب بهذا المرض، لأن الدم بيتغير وكل حاجة بتتغير وبتتحول لسرطانات في الجسم. وده بسبب إن الأهل مش ملاحقين الدنيا في سرعة. وبعدين أي إنسانة أو أي شخص يطلع يفسق في المجتمع ويغير من تربية المجتمع لازم يسجن. زي البنت اللي طلعت وخدت حكم قضائي، كله طالع يقول دي طيبة. طيبة إيه؟ دي بنت صغننة وصلت إنها فسدت شباب وفسدت جيل. فين الطيبة؟ ده تفكيرها سبق ست متجوزة وعندها 40 سنة و50 سنة. يبقى فين الطيبة؟ انتوا ازاي تعلقوا وازاي تتعاطفوا لما انا ابني او بنتي يشوفوا بنت فاتحة لايف بتشتم ابوها؟ انا هعرف اربي؟ انت هتعرف تربي؟ لما المجتمع بيساندها لا، ازاي مجتمع يساند؟ وازاي محامين يطلعوا يساندوها؟ ويقولوا احنا هنخفف الحكم عليها؟ ازاي؟ دي برضو من فساد التربية عندنا في المجتمع. ما انا قلت لازم المجتمع يساند الاهل، وإلا فشلوه جيل هتتحاسبوا عليه.